هنبدأ من الأول خالص. account whatever account جديد، هندخل على المسار ده AWS One Intro to Cloud Computing. ده المنهج عندنا يعتبر، ده كل حاجة موجودة في المسار ده تخص AWS. يعتبر مش basics قوي، هو المفروض ان هو introduction الى حد ما، بس في تفاصيل زيادة شوية هتمر بيها، هتتعلمها، هيبقى عليها اختبارات او كويزز بتجاوب على الكويز او بتحل الاسئلة دي. بس في النهاية الشغل العملي لو يعني ناوي انك تستخدم AWS فعلا، فالموضوع ملوش علاقة قوي بالتفاصيل الكتير اللي هنا، يعني لان انا في تفاصيل كتير جدا والموضوع هتحس ان هو نظري الى حد ما. بس كل ده علشان الامتحان. لو ناويين ان انتوا تاخدوا الفاوتشر، بيتهيألي موضوع الفاوتشر المجاني $100 دول والاكزام، يعني غالبا المذاكرة بتاعتك هتبقى مخصوص علشان الموضوع ده، انك تاخد الفاوتشر وتروح تمتحن الامتحان وتاخد الشهادة وتبقى AWS certified، يعني مش علشان الشغل نفسه. اوكي، دي حاجة يعني زي شوية ملحوظات كده او توضيحات في الاول، علشان غالبا هتحس ان التفاصيل كتير وهتحس ان الموضوع معقد او صعب، بس لا، على ارض الواقع وانت فعلا شغال الدنيا بتبقى بسيطة يعني. بس هنا علشان شهادة واكزام وكورس ومنهج وبتاع، فهتلاقي الموضوع ايه، مليان تفاصيل كتير. في تقريبا حد هنا. المحتوى هينزل على القناة هنا يا شباب، لو حد ما حضرش اللايف او في اي وقت يعني بعد كده، لو فاتك اللايف ده تقدر تروح على القناة وتشوف الفيديوهات. هسيب لكم اللينك بتاع القناة في جروب الواتس، تقدر تشوف الفيديوهات هنا وهي قصيرة او متظبطة، يعني تعرف تشوفها على طول من غير المقدمات ومن غير اللي احنا فيه ده دلوقتي. دي الفيديوهات، القناة لسه عاملها اسبوعين او حاجة زي كده. anyway هنزل الحاجة هنا، هتبقى في بلاي ليست جديدة او بلاي ليست تخص منارة. هنزل الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيه هنا، بس تكون مقصوصة ومعمل لها مونتاج يعني، والصوت مظبوط والكلام ده. اوكي، نقفل دي. اوكي، دي الكورسات او السكشنز زي ما بيقولوا. عندنا البيسك كونسبتس، بعديها بنتكلم على السيرفيسز الاساسيه. AWS لما اتعملت كانت نازله بخدمات اساسيه، بس خدمات دي اول حاجه عملوها، دي اللي كانوا محتاجينها. والخدمات دي عاده اصلا يعني AWS اتعملت مخصوص علشان تخدم على Amazon.com، نفس الشركه، شركه امازون AWS Amazon Web Services. فالحاجه معموله علشان يخدموا على الموقع بتاعهم يعتبر، بس الموضوع وسع منهم شويه، او الاداء كان اقوى من اي حاجه متاحه في الوقت ده. فباقي الشركات بدات تطلب منهم ان هم يستخدموا نفس الانفراستراكشر بتاعه Amazon.com يعني. فدلوقتي هتلاقي الشركات الكبيره كلها تقريبا بتاخد ريسورسز او بتستخدم خدمات من AWS، مش مجرد مش امازون بس يعني. ففي الكورس ده هنتعلم اكتر عن الخدمه الاساسيه يعتبر اللي بداوا بيها، اللي هي EC2، اللي هي سيرفرات يعتبر انستنسز، وهنكمل الباقي. غالبا اكتر حاجه محتاج تركز فيها هي دي، وممكن شويه في الداتابيز بس يعني. واحنا ماشيين في كل جلسه هعرفكم اكتر ايه الحاجات اللي احتمال تحتاجوها، وايه الحاجات اللي ضروري لازم تبقى عارفها لو فكرت تشتغل فعلا على AWS يعني. تمام، هنبدأ بأول كورس. اوكي، عندنا كورس واحد، ال Cloud Computing Fundamentals and Concepts View. اوكي، في حد هنا؟ اوكي، ده الموديل الاول. خلينا نشوف المحتوى بتاع الكورس بشكل عام. احنا كده في الكورس ده، الكورس الاول Cloud Computing Fundamentals and Concepts. عندنا كذا chapter او فصل يعني، كان بالعربي ده ايه. المهم يعني موديلز اهو، موديل 1 و 2 و 3. فهنبدأ بموديل 1 begin.
عندنا في كام درس هنا. ده درس وده التاني وده التالت بالجدول ده، وده الرابع وده الخامس وده السادس وبعديها الكويز. اوكي، يبقى في 6 دروس وبعديها نعمل البوب كويز ده على ال6 دروس دول. غالبا 5 أسئلة أو 6 أسئلة، مش حاجة كبيرة يعني. فهنطلع نبدأ من الأول.